مولعة نار. مش حرارة عادية، لأ، ده حر بيقتل. مدارس بتتقفل، ناس بتموت، برج إيفل مقفول، حرايق بتاكل الغابات والناس مش قادرة تخرج من بيوتها. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل فعلا ده تغير مناخي طبيعي؟ ولا في حاجة تانية بتحصل؟ هل ده بسبب سلاح مناخي بيستخدموه علشان يقللوا عدد السكان؟ ولا دي صدفة؟ بس قبل ما نبدأ، اضغط لايك واشترك في القناة، لأن في حلقات نار عن أسلحة المناخ وسلاح حرب. هسيب لك اللينك في أول تعليق. ويلا نبدأ، وأهلا بيكم في عالم هاروت إكس. أولاً، أوروبا مولعة نار حرفياً. سنة 2025 دخلت أوروبا صيف غير مسبوق. الحرارة وصلت لأكتر من 40 درجة في بلاد زي فرنسا، إسبانيا، البرتغال، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا. الجو بقى جحيم حرفياً، وفيه ناس فعلاً ماتت من شدة الحر. حالات الوفاة اللي حصلت: فرنسا 2 ماتوا بسبب أمراض مرتبطة بالحر، و300 حالة تم نقلها للطوارئ. إسبانيا لقوا مصرع ومسطح حريق في كاتالونيا، وطفل عنده 2 مات بعد ما اتساب في عربية تحت الشمس. إيطاليا 6 عندها 53 سنة ماتت من ضربة شمس وهي ماشية في الشارع. ألمانيا الحرارة وصلت 37.8 لأول مرة السنة دي. مدريد الناس بتقولك الدنيا فرن يا عم. كل ده مش طبيعي، وده لسه الصيف في بدايته. إغلاق مدارس ومعالم مشهورة. فرنسا قفلت 1350 مدرسة كلياً أو جزئياً. وقفوا العربيات الملوثة في باريس. وقفوا زيارة الجزء العلوي من برج إيفل. وفتحوا المتنزهات طول الليل علشان الناس تهرب من الحر. هولندا مدارس روتردام وبريبنت قفلت بدري علشان الحر. وفاة سيدة مريضة بالقلب من حرارة الشمس. ده مش بس بيأثر على صحة الناس، ده كمان بيعطل الحياة. هيئة كوبرنيكوس بتقول إن أوروبا أسرع من باقي العالم. يعني لو العالم كله بيزيد حرارته بدرجة، أوروبا بتزيد بدرجتين. إزاي؟ وليه؟ هل هو فعلا بسبب الانبعاثات وتغير المناخ؟ ولا في لعب تاني في الكواليس؟ بيقولوا إن السبب هو ظاهرة اسمها القبة الحرارية، يعني الهواء السخن فوق أوروبا وما يخرجش. لكن علماء المناخ نفسهم قالوا الظاهرة دي مش جديدة. الجديد هو إن درجات الحرارة نفسها بقت غير مسبوقة. يعني حتى الظواهر الطبيعية بقت بتأثر بشكل أكبر بسبب عامل تاني. السؤال هنا بقى، هو في حد بيتدخل في الطقس؟ طيب خليني أسألك السؤال بصوت عالي. هل ممكن يكون في سلاح بيستخدم الحرارة كسلاح؟ الإجابة وفي حاجة اسمها هارب. هارب ده مشروع أمريكي اتعمل في ألاسكا، وبيتحكم في طبقات الجو عن طريق موجات الراديو. بيقولوا عليه إنه سلاح ممكن يعمل أعاصير، زلازل، فيضانات، جفاف، وموجات حر مميتة. بتحذر من استخدام التكنولوجيا دي كسلاح مناخي. يعني مش مجرد نظرية مؤامرة، لأ، دي حاجة مرصودة من منظمات دولية. في ناس بتقول إن كل اللي بيحصل ده مش صدفة، ده جزء من خطة لتقليل عدد السكان. يعني الناس تموت من الحر أو الجفاف أو الفيضانات أو المجاعات اللي ممكن تيجي بعد كده. عارف يعني إيه يموت آلاف من الناس من الحر من غير لا قنابل ولا طيارات؟ ده السلاح الصامت والقاتل الصامت. الأمم المتحدة بنفسها وصفت اللي بيحصل بإنه القاتل الصامت. يعني مفيش صوت، مفيش انفجار، بس في ناس بتموت ومدارس بتتقفل وحياة بتتشل. والغريب إن معظم الضحايا من الأطفال وكبار السن، أكتر فئتين ضعاف ومش هيقدروا يتحملوا الحرارة. وده يخلينا نسأل، هل ده صدفة ولا مقصود؟ ليه؟ لازم نفهم اللي بيحصل. ركز معايا يا صاحبي، اللي بيحصل حوالينا محتاج وعي، مش علشان نخاف لكن علشان نبقى فاهمين. في حاجات بتحصل في الخفاء لازم نبدأ نسأل عنها، مين اللي وراه وليه دلوقتي،
وهنعمل إيه؟ أوروبا مش بس بتحترق من الشمس، أوروبا بتتضرب بسلاح صامت، ممكن يكون مناخي، ممكن يكون بشري، وممكن يكون أكتر من كده. الحر مش طبيعي، الحر بيقتل، وإحنا لازم نكون واعيين. لو وصلت لحد هنا يبقى أنت فعلا بتدور على الحقيقة. لو مهتم بأسلحة المناخ وسلاح حارب والمخططات العالمية، اشترك دلوقتي في قناة هاروت وفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكشف حاجات أخطر. هسيب لك في أول تعليق حلقة كاملة عن سلاح حارب وسلاح المطر، هتخليك تشوف الجو بعين تانية. ما تنساش اللايك والكومنت والمشاركة مع أصحابك، وخلي دايما عندك سؤال: هو اللي بيحصل ده طبيعي ولا مقصود؟ ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.